الرجاله اللي بتقول لي ايه رايك في تشابي الونسو، يا اللي كنت بتدافع عن تشابي رايك في تشابي الونسو اللي خسر 2 من سيلتا فيجو اللي ما خسرناش منهم بقالنا 14 سنه، والتشكيله اللي كان عاملها تشابي الونسو قبل الماتش. طيب يا سيدي ماشي، انا مش جاي ادافع عن نفسي ولا هقول لك ان انا اساسا ما بدافعش عن تشابي الونسو، بس يا عم نمشي معاك لحد الاخر. تشكيله وحشه صح؟ تمام، ايه الحل؟ مين تفتكر كان موجود بره وما نزلش؟ حضرتك كان عندك الشاب ده مجهد وتقريبا مصاب، والشاب كامافينجا مجهد وتقريبا مصاب، فقررت تغامر بده وتقعد كامافينجا عشان يعني في ماتش مانشستر سيتي كمان يومين. ادي اللاعب اللي حضرتك غامرت بيه. ايه رايك كنا غامرنا بكامافينجا والاثنين يتصابوا؟ بلاش. قال يا ابو الكباتن تشابي الونسو الوحش بالمناسبه، وانا متفق معاك في حاجه زي كده، كان هو السبب في العفن الكروي اللي كان بيقدمه فينيسيوس جونيور النهارده؟ اكيد لا. هل تشابي الونسو كان هو السبب في العفن والنتانه الكرويه اللي كان بيقدمها جود بلينجهام النهارده؟ برضو اكيد لا. هل تشابي الونسو كان السبب ان كيليان امبابي يضيع انفرادين النهارده؟ برضو اكيد لا. وما تقدرش تلوم كيليان امبابي لان هو احسن لعيب في فرقتك يا حبيبي، هو الوحيد اللي بيجيب لك اجوان، هو اللي شايل الفرقه اصلا يعني. خلاص هو مش يومك، اصابات، لعيبه مش في يومها، الكره مش عايزه تخش الجول، والحكم ضدك، وكل حاجه ضدك حرفيا. مش بقول لك ان هو كويس، منها فالفيردي وتوظيف فالفيردي كوينج يمين اساسا، يعني هو كان بيلعب وينج يمين ونجحت في الماتش اللي فات عشان كان في ارنولد كان بيزيد وهو بيغطي مكان ارنولد. دلوقتي ما فيش ارنولد واسينسيو اصلا زيادته ملهاش لازمه، فالراجل ده بيلعب وينج يمين ليه؟ مش بس فالفيردي وتوظيف فالفيردي، في غلطات كتير تانية، بس مش هو 100% يا جماعه. فرقتك كلها وحشه والله.